اهلا يا جماعة، النهاردة في الفيديو ده معانا تحدي لتشات جي بي تي ان هو يفهم الكلمات والتعبيرات والجمل اللي ما بيفهمهاش غير المصريين بس بيفهموا الجمل دي. يلا نتحداه ونسأله ونتكلم معاه وجها لوجه. جاهزين؟ يلا نبدأ. الكلمات معايا اهو، كل الكلمات اللي على السبورة دي بيفهمها المصريين بس. يلا نبدأ مع تشات جي بي تي ونتحداه ونشوف هيفهم ولا لا. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه؟ ازيك؟ انا كويس، ايه الاخبار؟ الحمد لله، كل حاجة تمام. انت عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. عايز اسألك شوية اسئلة في اللهجة المصرية. طبعا انا هنا عشان اساعدك، قولي على اللي عايز تعرفه. عايز اسألك يعني ايه كلمة بطيخ؟ لما المصريين يقولوا بطيخ يعني ايه؟ لما المصريين يقولوا بطيق عادة بيقصدوا بيها الشخص اللي مش فاهم كويس او اللي مش مركز، زي لما نقول مش واخد باله او مش مدرك. يعني لو حد قالك انت بطيخ يبقى بيقولك انك مش منتبه او مش فاهم حاجة. That was a good one. طيب يعني ايه كلمة طز؟ لما المصريين يقولوا طز يعني ايه؟ كلمة طز لما المصريين يستخدموها معناها ان الحاجة مش مهمة او ملهاش قيمة. في الاصل الكلمة كانت تستخدم للاشارة للملح، لكن دلوقتي بتستخدم للتعبير عن الاستهتار بحاجة او عدم الاكتراث بيها. يعني لما حد يقول طز في حاجة يبقى مش فارقة معاه خالص. ممكن تقولي لي معنى كلمة طز في الانجليزي، او تجيبي لي حاجة زيها بالظبط في الانجليزي؟ طبعا كلمة طز لما المصريين بيستخدموها بتشبه في الانجليزي التعبير I don't care او it's nothing to me، بتعبر عن ان الحاجة مش مهمة او ملهاش قيمة بالنسبة لك. جميل جدا يا جماعة. طيب يعني ايه كلمة اخس؟ اخس يعني ايه؟ كلمة اخس بتستخدم للتعبير عن الاشمئزاز او الاستنكار. لما حد يقول اخس يعني بيعبر عن عدم رضاه او انه مش عاجبه حاجة معينة، زي لما حد يشوف حاجة مش لطيفة او مش كويسة ويقول اخس كنوع من التعبير عن الاشمئزاز. ممكن تقولي لي معناها بالانجليزي؟ انا مش فاهم كويس، قولي لي معناها بالانجليزي. طبعا كلمة اخس في الانجليزي ممكن تترجم ليوك او اج لما تعبر عن الاشمئزاز او الاستنكار. يعني لما حد يقول اخس يقصد انه مش عاجبه حاجة او حاجة بتسبب له الاشمئزاز. برافو عليكي. طيب شكرا. انا هنا انا عايز اسألك سؤال تاني. طبعا اتعدل اسأل اللي محتاجه. انا بشوف المصريين بيقولوا كلمة نعيما، يعني ايه كلمة نعيما دي؟ معناها ايه وامتى بنقولها؟ كلمة نعيما بتستخدم في اللهجة المصرية كنوع من الدعاء او التمني بالراحة والرفاهية لشخص معين. يعني لما حد يقول نعيما لحد بيكون كأنه بيتمنى له حياة مريحة وسعيدة. بتقال في مواقف زي لما حد يبدأ في شغل جديد او ينتقل لمرحلة جديدة في حياته، يعني زي ما بنقول عيش في سلام او يكون في راحة. طيب في موقف في اللهجة المصرية بنقول الكلمة دي على طول؟ ايوه، في مواقف كتير بنستخدم فيها كلمة نعيما. مثلا لما حد يخلص شغله او يتقاعد الناس بتقول له نعيما كنوع من التمنيات بحياة هادية ومريحة بعد الشغل. كمان لما حد يشتري حاجة جديدة او يبدأ حاجة جديدة في حياته بنستخدم نعيما كنوع من التمنيات بالنجاح والراحة في الخطوة الجديدة. This is not how we use it. We use this word after shaving your hair. We say نعيما. لو عندك اي اسئلة تانية انا هنا عشان اساعدك. In this point she was wrong. اوكي، عايز اكلمك برضو اسألك اسئلة تاني، احنا لسه ما خلصناش. طبعا خليك مرتاح، اسأل اللي عايز تعرف وانا هنا للمساعدة. يعني ايه كلمة ادفو اللي بيقولها المصريين؟ معناها ايه؟ كلمة ادفولي في اللهجة المصرية لا مش ادفو، بتستخدم لا لما حد اسمعي مش ادفولي، ادفو. يعني ايه ادفو؟ فهمت قصدك. كلمة ادفو بتستخدم في اللهجة المصرية لما حد يطلب من حد
انه يبعد عنه او يسيبه في حاله. زي لما حد يكون مش عايز حد يزعجه او يضايقه فيقول له اتفو، يعني ابعد عني. not good. This is not how we use it. احنا مش بنستخدمها كده ادفو. طيب ماشي، اسألك كلمة تاني او جملة تاني. يعني ايه من عيني؟ من عيني لما حد يقول من عيني في اللهجة المصرية ده معناه انه مستعد يعمل اي حاجة للشخص التاني، وانه موافق على اي طلب او خدمة. بتستخدم كنوع من التأكيد على ان الشخص مستعد يضحي او يساعد. زي لما حد يطلب منك خدمة وتقول من عيني، يعني تحت امرك، هعمل اللي تطلبه. هسألك سؤال. طيب ممكن تقولي لي يعني معناها بالانجليزي برضو؟ انا عايز افهم معناها بالانجليزي. طبعا لما حد يقول من عيني في الانجليزي ممكن تترجم ل with pleasure او anything for you، يعني ان الشخص مستعد يعمل اي حاجة للشخص التاني بكل سرور. بتعبر عن الاستعداد والتقدير. جميل جدا، برافو عليكي. طيب يعني ايه لما المصريين يقولوا عند امه؟ ايه معنى عند امه؟ عند امه لما المصريين يقولوا عند امه المقصود بيها ان الحاجة مش موجودة او مش متاحة. بتستخدم للتعبير عن ان الحاجة مش موجودة في مكان معين او مش متوفرة. زي لما حد يسأل على حاجة تقول له عند امه، يعني مش موجودة. لا مش صح. احنا بنقول عند امه لما تكون الحاجة يعني مستحيلة، مش هينفع نعملها، فبنقول مستحيلة يعني. فهمت قصدك. فعلا لما حد يقول عند امه في اللهجة المصرية بيستخدموها للتعبير عن ان الحاجة مش ممكنة او مستحيلة تحصل. زي لما حاجة تكون صعبة جدا او مستحيلة نقول عليها عند امه. شكرا على التوضيح. ماشي. طيب يعني ايه في المشمش؟ لما حد يقول في المشمش في اللهجة المصرية ده بيستخدم للتعبير عن حاجة مستحيلة أو شبه مستحيلة تحصل. يعني لما نقول دي تحصل في المشمش بنعني إن الحاجة دي مش هتحصل أبدا أو مستحيلة. بتستخدم للتعبير عن عدم التوقع أو الاستحالة في حدوث شيء معين. برافو عليكي. طيب يعني ايه أكل دماغي؟ لما حد يقول أكل دماغي في اللهجة المصرية ده معناه إن الشخص بيستمر في الحديث أو النقاش بطريقة مزعجة أو مملة لدرجة إنه بيكون مزعج جدا. يعني لما حد يقول أكل دماغي يقصد إن الشخص التاني بيفرض رأيه أو كلامه بشكل متكرر وممل. ممكن تقولي لي جملة زيها في الإنجليزي أو تعبير زيه في الإنجليزي؟ طبعا لما نقول أكل دماغي في الإنجليزي ممكن نقول nagging أو being a pain in the neck، يعني الشخص بيكرر الكلام أو الطلبات بشكل مزعج. بتعبر عن الإحساس بالإزعاج من الكلام المتكرر أو النقاش اللي ملوش نهاية. طيب عايز أسألك عن كلمة تاني. طبعا اسأل اللي عايزه، أنا هنا للمساعدة. يعني ايه كلمة يا لهوي؟ وامتى المصريين بيقولوا كلمة يا لهوي؟ ايه المواقف اللي المصريين بيقولوا فيها كلمة يا لهوي؟ لما المصريين يقولوا يا لهوي بتستخدم للتعبير عن الدهشة أو الاستغراب الشديد. يعني لما يحصل حاجة مفاجأة أو غير متوقعة أو لما يشوفوا حاجة مدهشة أو صادمة. بتعبر عن رد فعل قوي للدهشة أو المفاجأة. زي لما يشوفوا حاجة مش متوقعة أو يسمعوا خبر غريب فيقولوا يا لهوي كنوع من التعبير عن الدهشة. ممكن تجيبي لي مثال او تحطي لي الكلمة دي في جملة او تقولي لي محادثة تستخدمي فيها الكلمة دي؟ طبعا مثلا لو حد شاف حاجة غريبة أو مفاجأة ممكن يقول إيه ده؟ الشقة اتسرقت يا لهوي. أو مثلا لو حد شاف طبق كبير من الحلويات يقول بص يا عم كله حلويات يا لهوي. دي طريقة استخدام يا لهوي للتعبير عن الدهشة أو الاستغراب. ايه التعبير او الكلمة اللي بتساوي الكلمة دي في الانجليزي؟ التعبير اللي بيساوي يا لهوي في الإنجليزي ممكن يكون oh my god أو wow أو unbelievable. بتستخدم للتعبير عن الدهشة أو الاستغراب الشديد. طيب أسألك سؤال تاني في اللهجة المصرية.
يعني ايه طبعاً. يخرب بيتك؟ لما حد يقول مخرب بيت في اللهجة المصرية، ده تعبير بيستخدم للتعبير عن الاستياء أو الغضب الشديد من حاجة حصلت. يعني لما حد يعمل حاجة تسبب مشكلة كبيرة أو تكون سبب في مشاكل، الناس بتستخدم مخرب بيت كنوع من التعبير عن الإحساس بالغضب أو الإزعاج من التصرف ده. لا انت مش بتقوليها صح، هي يخرب بيتك مش يخرب بيتك، مش بتقوليها صح، يخرب بيتك. فهمت قصدك. يخرب بيتك هو تعبير لا بيستخدم يخرب، لا اسمعي كويس بقى، يخرب بيتك. طيب يا جماعة، زي ما شفتوا ان تشات جي بي تي قدر يفهم اغلب الكلمات اللي بنقولها وقدر يجيب معناها بالانجليزي، لكن في بعض الكلمات وبعض التعبيرات ما قدرش يجيبها، وده يدل ان تشات جي بي تي مش 100% صح، ومعنى كده ان محتاج التطوير او محتاج تحديث. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تسيب تعليق، تكتب رأيك عن الفيديو، والسلام عليكم.